ايه رأيك في صوت القرمشة؟ بص الفراخ شهية أوي ازاي. شكلها جميل جدا، كمان طرية من جوه. ده صدر فرخة يا جماعة، شايفين مفيش نقطة دم، واحنا بنفتحها طرية ومن بره مقرمشة. اسمعوا كده، خطيرة. الفيديو ده ممتاز جدا، هخليك تعملي فراخ فرايد تشيكنج او كنتاكي، تتبيلة ممتازة، وصفة سهلة، وكمان احسن من بتاعة الشارع عشان انا شايل منها الجلد زي ما انتوا شايفين كده. في البداية عشان تنجح الوصفة معاكي، لما تيجي تجيبي فراخ هاتي فراخ صغيرة الحجم، بمعنى ان الفرخة تكون بعد ما تتذبح وتتنضف كده تبقى كيلو وربع، واقطع كل فرخة 8 قطع، وهجيب كل قطعة وهنغزها بالسكينة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. تمام كده، زي الفل. بعد ما اخلص الكمية كلها بتاعتي، سواء بقى جبت فرخة او جبت اتنين، ونغزتها بالسكينة كده، هحضر محلول ملحي. واقول لكم احنا ليه نغزنا الفراخ بالسكينة كده. ده لتر ونص من المية. التوابل بتاعة المحلول الملحي، معلقة بتاعة السكر ديت، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح، ومعلقتين سكر، ومرقة خضار ومرقة فورية، وده طبعا كاري زي ما انتوا شايفين، وانا كاتب كل حاجة على الشاشة. هي دي التوابل اللي هحطها في المية بتاعتي. هبتدي بقى هقلبها عشان ادوب التوابل دي كلها، وهضيف اضافة واحدة بس، وهي فنجان الخل. يا سلام لو حطيتي ورق لورا او فصين حبهان، انا ما كانش عندي بصراحة. كده المحلول الملحي جهز. هاخد كل قطعة واحطها في المية زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، عشان توصلي لنتيجة مثالية، نتيجة مظبوطة، تقعد في التلاجة يوم كامل. وهي فراخ صغيرة، واحنا نغزناها بالسكينة يعني فتحنا الأنسجة، فإن شاء الله يعني بعد 24 ساعة هتوصلي لطعم جميل جدا. المحلول الملح ده هيعمل معايا ايه؟ شال الزفارة تماما، تبل الفراخ خلاها طرية، وهتستوي معايا بسرعة. بعد ما طلعتها من التلاجة بقت بالمنظر ده كده، هبتدي بقى لازم اصفيها كويس جدا من المية دي، عن طريق ان انا هجيب المصفى الالومنيا ديت موجودة في كل بيت زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ايه، اخد قطعة قطعة احطها، وطبعا تحت المصفى ديت في طبق عشان اي سوائل تنزل فيها ما نبهدلش الدنيا. بس احنا كده ما وصلناش للتصفية الكاملة، احنا هنسيبها الاول تصفي، وبعد كده هنجهز التتبيلة ونرجع لها تاني. ده نص كيلو من الدقيق. هنحط التوابل بتاعتنا، توم باودر وبصل باودر وكاري وبابريكا، فلفل اسود، وهنا بقى كيس من مرقة الخضار، وكيس من مرقة الدجاج، وكمان كيسين فانيليا. بتعمل ايه بقى كيسين الفانيليا دولت؟ هيعملوا ريحة طيبة جدا. الريحة بتاعت الفراخ اللي بتشميها في المحلات والمطاعم الجميلة من الفانيليا. كمان مش هيبقى فيه زفارة في الآلية. بعد ما قلبنا التوابل مع الدقيق، خدنا نص الكمية، وهنحط عليه كوباية ونص مية، عشان انا عايز اعمل خليط يكون تقيل شوية. فبالتالي هزود المية شوية شوية لحد ما اوصل للمنسوب اللي انا عايزه. اهم حاجة يا جماعة ان الخليط هنا يكون تقيل مش خفيف، لو خفيف مش هيشيل معايا دقيق. هو ده المنسوب اللي انا عايزه. هبتدي بقى اجيب الفراخ اللي صفيتها، اعمل ايه، انشفها. يبقى في البداية صفيت وفي النهاية نشفت. وبعد ما نشفتها بالمنديل، هجيب كل قطعة وانزلها في الخليط دوت لحد ما الخليط يغطي الدبوس بالكامل كده زي ما انتوا شايفين، او قطعة الفراخ. اصفيها كويس جدا عشان ما تبهدلش الدقيق معايا، وانزلها في الدقيق. هنا بقى ناخد الدقيق من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده، من تحت لفوق. نعمل الحركة دي من 10 ل15 مرة، وبعدين نرجع ننفض دبوس الفرخة. هتظهر التعاريج والحراشيف اللي انتوا شايفينها ديت، هي ديت اللي كانت مقرمشة. شايفين الشكل؟ تحفة. ده كده دبوس الفراخ. وبعدين بقى اهم حاجة، اوعي تحطيها على طبق، تحطيها على شبكة زي دي كده. طيب ما عندكيش شبكة، هاتي الشبكة بتاعت الفرن اللي هي بتبقى موجودة في اي فرن بوتاجاز. ده صدر فرخة بنفس الطريقة. بعد ما اغطسها في الخليط، اصفي كويس جدا عشان ما احضرش فيه الدقيق اللي هو الجاف، وابتدي اقلب من تحت لفوق كده، اجيب الدقيق من تحت لفوق لحد ما يتغلغل جوه الفرخة، وارجع انفضها. التنفيض ده هيخلي ايه، الحراشيف اللي انتوا شفتوها والتعريج اللي انتوا شفتوها وهتشوفوها دلوقتي حالا تاني، هو ده.
كده ما فضلش غير القلية. لحد كده الموضوع سهل جدا والوصفة سهلة. هنا بقى يا جماعة زيت غزير ومولعين عليه لمدة 5 دقايق سخن جامد والنار عالية. هنزل بقطع الفراخ بتاعتي اللي انا حاططها على الشبكة، واديني بركز وبعيد تاني، بس ما كترش قطع الفراخ جوه الطاسة بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ هغطيها ونوطي النار هنا، وبعد ربع ساعة او 15 دقيقة هتلاقيها استوت وبقت زي الفل بالمنظر ده. ادي دبوس الفرخة طالع قدامكم اهو بالشكل ده، وادي فخدة اهي. ربع ساعة بالظبط يا جماعة، ونصفيها على شبكة. اوعي تحطي على مناديل، يبقى عشان تفضل محافظة على القرمشة والطعم الكريسبي ما تصفيهاش على مناديل، تتصفى على شبكة زي ما انتوا شايفين بالمنظر على شمالكوا ده. ونزلت بالجزء التاني برضو غطيت، وبعد 15 دقيقة رفعت الغطا تاني وطلعت بالمنظر دوت. ودي قطع كبيرة بقى اللي هي كانت الفخدة وقطع الصدور الكبيرة. هي ديت الفراخ الكريسبي او الفرايد تشيكن بطريقة حلوة. شايفين مقرمشة ازاي؟ طعمها جميل جدا، وحتة نزع الجلد دي خلت الواحد وهو بياكل مستمتع، نفسه ما تجزعش من الجلد. محلات بتكبر بتحط الجلد عشان بتخلي الجلد عشان تبقى قطعة كبيرة ومليانة كده قدام الزبون، بس طعمها وصوتها، صوت القرمشة جميل جدا مع شوية بطاطس محمرة وكاتشب. كل الأكل في البيت وفرنا كتير قوي. جربوا الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات في الفرايد تشيكن، طلبتوها مني كتير.